صباح الفل على اجمل بنت في الدنيا. صباح الخير يا بابي. شكلك مبسوط النهارده وانا بفرح لما اشوفك مبسوط. يعني تحب تشوفيني مبسوط على طول؟ سؤال غريب وما يتسالش غير لو في من وراه حاجه. بنت ابوكي صحيح. طيب يا ستي، هو فعلا في حاجه. وما دام في حاجه خليني بقى انا اللي اقول لك. شكلك كده وقعت على واحده جديده. ايه وقعت دي؟ اسمها اتعرفت على واحده جديده. طب يا سيدي انت اتعرفت على واحده جديده. قول لي بقى، وصلت معاها لفين؟ لسه مفيش اي حاجه. ماشي بابي. انا مش هقولك ان انا خايفه عليك ولا هقولك اي حاجه. هقولك بس خد بالك من نفسك. انت من حقك تعرف واحده واثنين وثلاثه ومية كمان، بس بليز لو الموضوع وصل للجواز لو سمحت ما تجيبليش واحده زي داليا عشان انا مش هقبل بده. لا يا حبيبتي اطمني خالص، هي مش زي داليا. دي بنت بلد بتفهم في الاصول. وبعدين قبل اي حاجه لو مش هتعجبك انا مش هكمل في الموضوع ده خالص. بابي انت قلت لي نفس الكلام مع داليا وبرضه صممت واتجوزتها. مفيش داعي بقى نتكلم في اللي فات. وبعدين اصلا الموضوع لسه ما اتطورش، مفيش اي حاجه رسمي. فتعالي استنى نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نتكلم. ماشي انا هسمع كلامك. المهم انا عندي مشوار دلوقتي وهخلصه بعد كده هروح اشتري شويه بضاعه. هترجعي لي هنا؟ لا انا هروح على طول. طيب يا حبيبي. باي باي. باي يا قلبي. انا اسفه يا ياسين ان انا حطيتك في المواقف البايخه دي. مش في دماغك يا مديحه، بس اللي زعلان منه ان احنا ما عرفناش نخرج منها بحاجه، وزي ما جينا زي ما رحنا. بس انا مش مصدقه الولاد دي انها ما تعرفوش. شفت اول ما قلنا اسمه صنت شويه ازاي؟ انا لاحظت كده برضه، انا حاسس ان هي خايفه من حاجه. يا عم يا عم يا ريس يا ريس، مدام تيسير بتقول لحضرتك هي متاسفه جدا وما عرفتش تكلمكم فوق، وده رقم تليفونها، بتقول لحضرتكم اتصلوا بيها بكره. حاضر هتصل بيها ان شاء الله. مش قلت لك انها خايفه من حاجه؟ الحمد لله. اكيد عارفه عنه حاجه هتقولها لنا ان شاء الله. يا ما انت كريم يا رب. اكيد عارفه مكانه ياسين. اهدي يا مديحه، عشان هي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. الحمد لله. يلا الحمد لله الحمد لله. ايه بقى؟ انت عارف ان انا بتفرج على الشغل بتاعك؟ انت بتتفرج دلوقتي؟ ايه رأيك؟ مش حلو، مش سخن، يعني محتاجين اكتر من كده. انا كنت هموت على فكرة وانا بصور لك الكلام ده. حق عليا، كان حقيقتي بعته للجزيرة. ايه ده في ايه؟ انا بس بضايقك، تموتي ايه بعد الشر عليكي؟ الشغل تحفة على فكرة. يلا عايزين من ده كتير، شد حيلك. بجد عاجبك؟ كويس؟ كويس جدا، بس يا ريت بقى بلاش كلمة هموت دي، انت فاهمة ولا ايه؟ ليه؟ أمينة قولي أي حاجة بس بلاش هموت دي، أي حاجة. خايف عليا ولا حاجة؟ بصراحة يعني مش عايزك تتحط في المواقف دي، أنا خايف عليكي، دي مواقف خطر جدا يعني. لا، لو كده خلي خوفك بعيد عن شغلي. انت لو خايف عليا بجد سيبني اشتغل اكتر واكتر. أمينة اشتغلي زي ما أنت عايزة، بس خلي بالك من نفسك. يعني لو مش عشانك على الأقل يعني يبقى عشان أنا، على الأقل بقول لك يعني. اتفقنا ولا إيه؟ اتفقنا. يا مدام لولا، صوتك يعني ما عجبنيش في التليفون، في حاجه ولا ايه؟ في مشكلة فعلا. الراجل اللي عملنا عليه الفيلم واشترينا منه الدور جالي وعامل لي مشاكل. قبل ما تقولي مشاكل، اولا ده مش فيلم، دي دفاتر واختام وفلوس اتدفعت خلاص. ماشي يا راي، بس هو عارف انها مش كده. هو عارف ايه؟ جالي وقال لي ان في موظف من الحي اتصل بيه وقال له انت ازاي سايب حقك كده، انت اتلعب عليك وما اعرفش ايه، والحكايه دي مضحوك عليك فيها كلها عشان يلوي دراعك وتبيع. وما قالكيش بقى اسم الموظف ايه؟ انت بتضحك يا رايق. لازم اضحك يا مدام. يا مدام ده جزء من الاتعاب اللي انا ما حملتوش عليكي. مش فاهم. انا فاهمك. احنا المفروض كنا ندفع 20,000 جنيه، دفعنا 10، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ال10 التانيين دول مين يدفعهم؟ ما اعرفش. الزبون. يا مدام الحكايه وما فيها تسعيره ولازم تتحصل، احنا دفعنا جزء وهم اشتغلوا في الجزء الثاني. هو يتصل بيك ويقول لك في واحد كلمني وبيقول لي انت مضحوك عليك من الموظفين الحراميه اللي هنا، وانا عندي اللي يثبت لك حقك. وبعدين بقى طبعا الراجل لما يصدق يتعلق في قشايه، يقوم دافع الفلوس عشان يثبت حقه، يوم والتاني يكلموه يقولوا احنا اسفين يا حاج، انت كله في التمام، انت مشكلتك مش عندنا، مشكلتك مع فلان الفلاني، وبقابليني بقى. يعني انا تمام؟ انت تمام؟ انت تمام قوي. هو عوني بيه ما صيتنيش عندك ولا ايه؟ لا ازاي؟ هو عوني يقدر يستغنى عنك يا رايق؟ هو كمان حبيبي قوي. اتفضلي يا بنتي.
بتردش عليا ليه؟ كلمتك كتير قوي، كنت عايزه اطمن عليك لحد ما عرفت. انا ما بقتش شايف حاجه. مش ده الحل انك تهرب وتستخبى. عايزه اشوفك البني ادم اللي انا حبيته، اللي ما كانش بيخاف من حاجه وكان دايما حاميني. مش عايزه اشوفك اضعف مني. ما تخليهمش يكسروك، والنبي ما تخليهم يكسروك. طب ما انا كمان اتبهدلت، اتعريت واتكشف عليا واتقال لي يلا عشان نكشف عليك نشوفك بت ولا مرايه بتاعه الميدان. واتداس عليا بالجزم مع اني ما عملتش حاجه. كنت بساعد ناس بتحب بلدها. مساء الفل يا كبير. يا نحلة، بقول لك ايه، في حوار كده انا ما كنتش عايز احكي لك عليه، بس احكي لك عليه عشان ما تجيش تقول لي يا نحله انت ما بتحكيليش. انجز يا نحلة. انا لسه شايف جيجي من شويه راكبه عربيه عضو مجلس الشعب اللي يوسف شغال عنده. الشيمي؟ الشيمي بيه. اوعى عليكم بتكذب. عيب يا كبير، لو مش مصدقني والله العظيم لسه راكبين العربيه قدام عيني وطايرين بيها مع بعض. نهار اسود. بقول لك ايه، حسك عينك حد يعرف الموضوع ده غير انا وانت، انت فاهم ولا لا؟ يا كبير عيب يا كبير، انا حبيت اقول لك بس عشان اخلي مسؤوليتي قدام نفسي. ماشي روح دلوقتي. ماشي. نحلة. انا ايه يا كبير؟ مين الجوز دول؟ كل يوم يجوا يقعدوا نفس القعده دي، يا اما يقعدوا بره يطلبوا شويه طلبات وبعد كده يمشوا. خلي بالك يا ده احسن يكونوا حكومه ولا حاجه. عيب يا كبير، ده انا تربيتك، هم لو حكومه برضه كان زماني مقعدهم هنا. مش عايز مني حاجه؟ بس يا ستي واكتشفت خيانتها ليا وطردتها من البيت. ده انت كان حقك قتلتها قتل. هو في كده؟ في ناس تعض الايد اللي اتمدت لها ليه؟ هي كان ناقصها ايه؟ انا ما شغلتش بالي بالافكار دي، انا اعتبرتها صفحه في حياتي وطلعت. ده انت كان حقك ترميها في الزباله. اتاريك والله يا شيمي بيه. ايه حكايه الشيمي دي يا شيمي بيه دي؟ ما تقولي لي يا شيمي وبس، ولا انت رايك ايه؟ يعني اصل بس ولا اصل ولا فصل. خليكي احسن على طبيعتك. كملي بقى. وهتريني ايه؟ يعني انا كنت بقول اتاريك لما جيت للمقدس كان يعني شكلك متضايق وبالك مهموم، يعني مش مبسوط. انت حسيتي بيا ساعتها ما كنتيش تعرفيني. سبحان الله بقى، تقول ايه؟ اصل في ناس يا شيمي بيه تبقى عارفهم طول عمرك بس ما تفهمهمش ابدا، وفي ناس اول ما تشوفهم تحس كده انك قاري كل اللي جواهم وحاسس بيهم من غير ما يتكلموا. على فكره انت بني ادمه جميله جدا. ده بس من ذوقك يا شيمي، ده بس من ذوقك يا شيمي. ايوه كده، الغلطه من هنا ورايح ب 100 جنيه وانت حره بقى. لا انا مش قدها، هقول لك يا شيمي على طول. انا اتكلمت عن نفسي كتير قوي، ما تحكي لي انت بقى عن نفسك. لا احكي لك ايه؟ هو انت غاوي صداع؟ ايوه يا ستي غاوي صداع. مش كفايه صدعتك؟ لا ما تقولش كده، ما صدعتنيش ولا حاجه. مش يا سيدي، انا هحكي لك. دي انهي نسخه؟ دي النسخة الزيرو، حبيت افرجك عليها قبل ما اقعد اشتغل فيها. تمام. شايف الجدع ابو جاكيت اسود ده؟ خد بالك منه كويس قوي. اوكي. دول بقى بيصلوا في الكنيسة. في النسخة الفاينل احط التفجيرات دي مع تفجيرات بغداد على النسخة بتاعت الأقصر اللي انا كنت وريتها لك قبل كده. هايل. قفلوا ما تنزلوش الا لما اقول لك. سميتها؟
لا ما فكرتش. دماء الأقباط في مصر هل لها نهاية؟ ايه الدماغ دي؟ اوكي اوكي.